أزمتنا أزمة أخلاق، أزمة أخلاق أبدا. يعني في الوقت نفسه، يعني هنا بيتان، هذا البيت عنده فائض من الطعام والشراب يرمى في المزبلة، وهذا البيت قومه جائعون ينامون جياعا. هذا البيت فيه أمتعة وفيه أشياء كثيرة لا تستخدم، وهذا البيت فارغ، مثل هذا بيت الحمصي الذي رآه هذا صاحبك أبو عمر. ذكرت لكم قصته وقصة حمصي، ويمشي في طريق الغوطة في الليل، منتصف الليل وجد رجلا يمشي، وقف قال إلى أين ذاهب؟ قال والله ذاهب إلى كفر بطنة. من أين جئت؟ قال من كفر سوسة. مشيا على الأقدام؟ قال نعم. من أين؟ قال أنا من حمص، هجرت من حمص واستأجرت دارا هنا في الغوطة أبدا، عندي زوجة وعندي أولاد. قال أنا راتبي ما يكفيني أن أركب في الباصات. فهو يمشي يمشي من الغوطة إلى كفر سوسة، من كفر بطنة إلى كفر سوسة، يمشي كل يوم قرابة 25 كيلومتر في الحر وفي البرد وفي منتصف الليل، وفي الطريق فيه كلاب وفيه كلاب من البهائم ومن الإنس والعياذ بالله. قال يعطيه صاحب المطعم يعمل هناك جل الصحون، يعطيه 800,000 ليرة سورية في الشهر كله، أجرة بيت وزوجة مع أولاد 800,000. الذي يسمعنا الآن يسكن في شيكاغو بيسمع كلمة 800,000 يظن أنه والله هي يعني قريبة من الدولار. 800,000 ليرة سورية يعني أجج بساوي 50-60 دولار أبد، بس 50-60 دولار. الذي يسكن في ألمانيا عنده زوجة أولاد، كل يوم بده طعام 100 دولار، كل وجبة طعام له ولزوجة 100 دولار، هذا ب60 دولار، أجرة بيت وزوجة وأولاد ودواء. قال لي دخلت بيته فما وجدت عنده فراشا ينام عليه والحمد لله قضيت. أنا أذكر هذا من أجل غيري، الحمد لله ما من قصة أذكرها إلا ربي يقيض من أمة النبي عليه السلام. وإن امرأة واحدة سمعت رضي الله تعالى عنها وأرضاه، سمعت هذا فطلب التليفون هذا الذي ذهب إلى بيتي، قال لي والله ذهبت إلى حرسته، هي مهجرة، هي فقيرة مهجرة. قالت لكن نحن سمعنا حديث حمد قد كان أحوال علينا شديدة، زاد عندي بعض هي مهجرة وفقيرة ومريضة وزوجها في السجن، وهي تكاد تكون مقعدة من مرضها رضي الله عنها وأرضاها وعن زوجها وأولادها وعنا وعن المسلمين. قالت احمل كذا واحمل كذا واحمل كذا. الله أكبر، الله ما صنعته لك ما يخطر في بال الأغنياء. وأعطته أجرة السيارة حتى يحمل لهذا الحمصي، وأعطته صنعت له الشراب على فقرها. لكن تفهم، وما أقل الذين يفهمون من الرجال والنساء اليوم، حر شديد عصرت له شيئا من البرتقال وكذا، قالت له اشرب وهذا الماء البارد، أنت جئت في سبيل الله علينا أن نكرمك. امرأة تصنع هذا، امرأة تصنع هذا، تاب الله علينا. فنحن نذكر حادثة هذا الرجل، لكن هناك لا أقول عشرات مئات الألوف من السوريين حالتهم كذلك، ملايين، ما عم بالغ، ملايين أبدا، لأن نسبة 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر. قديش عدد الشعب السوري؟ 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر. اعلموا معاشر المؤمنين. واحد من مدة عراقي جاءني قال لي والله كنت أفكر أن الفقر عندنا في العراق الأمريكان خربوا بلادا. قال لي ما زرتوا بلادكم؟ قال وجدت أننا نحن في العراق في خير عظيم أمام الشعب السوري، وهذا الغلا وقلة المال والفقر والجوع. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. فنحن أزمتنا أزمة أخلاق، ليست أزمة مازوت ولا خبز أبدا. هناك أشياء، هناك من الأغنياء من يخزن في كل سنة يمون، هم 5، امرأته تمون طعاما ل20، يأكلون طعام 5 والباقي يفسد ويرمى في المزابل. أبدا يرمى في المزابل. هذا صاحبك أبو حسن
في البناء الذي يسكن فيه. قال لي في هناك نعم بيتان أو ثلاثة كلهم مهجرون، مهجرون. قال لي دائما أرى الخبز يلقى على الدرج، مهجرون. الحرب هجرتهم وما فهموا. قال لي يكون بالخبز في طريق. طب أطعم هذا. آخر قال لي أنا كل يوم أمر في زقاق من الأزقة، قال لي كل يوم آتي بربطتين خبز أبدا يعني خبز نضيج ليس عافي أبدا، جديد قبل بيوم مخبوز، خبز كما هو يرمى أبدا. واحد آخر قال لي أطرميزات مقدوس زيت كما هي ألقيت في المزبلة. يا جماعة أطعموا كل واحد منا. جل يعني كان من قديم لك والله أبحث عن من يقبل مني الصدقة أو العطية أو الهدية، لا أجد. اليوم جل من حولك يقبلها ويفرح بها. يعني في الصباح هنا بعض الناس أحيانا يوزع ربطات خبز، كل يفرح بها، خبز من غير إدام يفرح. تعطيه ثوبا لو لبسته 20 سنة اغسله وكوي وقد يفرح به. أعطيه فراشا، الآن يأتي جاء الشتاء كثير الناس ما عندهم فرش، يعني مثل هذا الحمصي ما عنده إلا فراش رقيق على البلاط، على البلاط البارد. طب أنت عندك الآن في كل بيت هذا عنده فراش ما يستعمله، هذا عنده حرام ما يستعمله، هذا عنده ثياب. جل البيوتات اليوم لو بحثت الآن قلت لامرأتك اخرجي لنا الثياب التي لا نلبسها أبدا، والله لو أخرجت إن شاء الله تعالى لكفت الفقراء كلهم هذه الثياب التي لا تلبس. الأطعمة الزائدة، ما أقول الضرورية التي تأكلها أنت وامرأتك، ما يزيد عن الناس أهل السعة لو أخرجوه لأشبع الفقراء، لأشبع الفقراء. كل واحد منكم الآن امرأته تطبخ يزيد عنده صحن من الطعام، طب احمله لا ضعه في علبة وأطعمه غيرك يفرح به. رغيف خبز ضع فيه ملعقة من المسبح أو من المربى أو شيء من الزيت وزع يفرح به. عندك عامل أنت الآن، العامل يفرح بهذا. وين هذا في أبو ظبي سمع مني هذا، قال لي والله جعلت أصنع هذا لك وإذا بي قال لي أنا ما يكلفني شيء، عندي خبز وعندي طعام زائد ألف هذا أبدا وآتي للعمال. قال لي طارت عقولهم، عمال سوريون فقراء هربوا يريدون من أجل العسكرية وغير ذلك. قال لي أنا ما كلفني إلا شيء اليسير، لكن هو موظف فرح يقول أنت وفرت علي كل شهر 300 درهم، يعني مقدار قد ايه 300 درهم يعني مقدار 1,000,000 ليرة سورية، أكثر من 1,100,000 ليرة سورية. بهذا برغيف الخبز الذي تأتين به وفر عليه. هو راتبه كله في الشهر عم يأخذ 1000 درهم، ثلث الراتب لطعام الفطور فقط، طعام الغداء ثلث الراتب. وماذا يصنع من أجل أجرة البيت؟ وماذا يصنع من أجل؟ وإذا أراد الدواء ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ أراد الدواء أو أراد التداوي في تلك البلاد الخليج وغيرها شيء غال جدا، أسأل الله حوض والسلام. ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. قلت لطبيب هناك رضي الله عنه وأرضاه، قلت لك هذا الآن ولدت امرأته بعد 10 سنين جاءته بولد، سبحان الله ربي ابتلاه، لكن كان في هذا الخير العظيم بهذا الابتلاء. نعم طردوه من وظيفته. عبد شيخه يقول هذا ملك يمشي على وجه الأرض، لو رأيته والله لو رأيت الآن صورته تذكر الله عند رؤيته. مثل هذا أشبه بهذا الحبال بس ما بينام هذاك. نعم الله صلاح وقرآن قراءات وإجازة من سيدي الشيخ الدكتور أمين سويد، دكتوراه في الشريعة، ومدير معهد. آية من آيات الله، آية من آيات الله. طردوه من تلك البلاد. تدري ماذا؟ لأنه لم يرضى أن يعمل جاسوسا عندهم، ألا لعنة الله على الظالمين. طردوه لأنه ما رضي أن يتعامل معهم، يريدون منه أن يكون جاسوسا، طردوه. سبحان الله. بعد
ما طردوه بيومين ولدت امرأته بعد 10 سنين ما جاءها أولاد، وقد بشره الحبيب عمر قال له سيجيك أولاد، بشره شيخنا شيخ علي الفروجي، الله أكبر. ولدت في المشفى، واتصلت بهذا مدير المشفى رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن والديه، قلت لك يا فلان هذا شأنه كيت وكيت. قعدت امرأته في المشفى يومين وثلاثة، وثم قعد الولد في الحضانة، والله أكبر. قال لي واحد، قال لي لو أرادوا أن يأخذوا منه ما ترتب عليه يبلغ أكثر من 200-300 مليون ليرة سورية. لو أرادوا أن يأخذوا منه أكثر من 300 مليون ليرة سورية يترتب عليه. قلت له خلاص في سبيل الله، قلت له أعطي. قلت له هذه امرأة هجرة، زوجها طرد من البلاد لأنه من أهل الفضل والعدالة والصدق على مذهب سيدنا عمر، ما يخون ولا يتجسس. قال له أعطيها ما عندها. قال لي والله خلاص. قال له أعطيها أيضا ما عندها ما تأكل. في سبيل الله. واليوم هو اتصلت به كذلك، أسعف صاحبك الله يعافيه صاحبك أنس، أسعفوه كذلك إلى تلك المشفى. أرسلت له رسالة، عندكم الآن عبد صالح فقير الحال أبدا، رفاقه يجمعون المال من أجل أن يدفعوا طبابته. الله أرسل لي منذ قليل قال لي خلاص والله أعطيته إعازا في المشفى، لا تطالبوهم بشيء. وجاء وزاره وأحسن إليه. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الصورة. نحن الآن في بلادنا آلاف عشرات الألوف من هذه الصور. فأزمتنا ليست أزمة مال ولا مازوت ولا خبز، أزمتنا أزمة إيه؟ أخلاق. أزمة أخلاق أبدا. كل واحد ربي وسع عليه من حوله. أنت أختك وأختك فقيرة، يلا بسم الله أعطيهم. أنت عمالك عندك عمال فقراء، وربي يوسع عليك. لك أطعمهم أعطيهم وسع عليهم. العجب بعض الناس عند دفع زكاة المال يعطون البعداء وما يعطي الموظفين عنده. موظفون عندكم خاصة، هذا المحاسب يرى الآن مئات الملايين في كل شهر تدخل عليك، وهو بحاجة ربما إلى علبة دواء ما يجد ثمنه. وين هذا؟ خالته صاحبك أبي أسامة بحاجة إلى ظرف التهاب. ظرف التهاب بقديش؟ ب4000 ليرة سورية. بقيت الأم مريضة أسبوعين، أختها تقول لها طب اشربي حبة الالتهاب، تقول زوجي ما معه مال يشتري هذا ظرف التهاب، ما عنده مال يشتري لي الدواء وهي مريضة. وين أصحاب الغيرة؟ أين الأغنياء؟ وين؟ رضي الله عن هذا أحد المحسنين من آل إيه؟ قول معي السيروان، ما نذكر اسمه، رضي الله عنه وأرضاه، ربي يوسع عليه. تاجر من التجار، اتصل بأهله وأقاربه وأصدقائه وقال لهم خلاص من هون راح كل واحد منكم يريد دواء يرسل لي هذه الراشية الورقة وأنا أرسل إليه الدواء. منذ سنين طويلة بداية الأزمة وهو يشتري الدواء لأسرته وأقاربه ولأخته ولزوجها ولأصحابه، كل من له أبدا. بسم الله. كان هذا واحد إيش يصنع واحد مع أمة شعب بكامله؟ على الكل أن يستيقظوا، كل واحد الآن يلتفت إلى أهله أبدا. هذا الثاني الله يرضى عنه الصالحاني كان يذهب يزور أخواتي، إيش عندكم من الفواتير؟ شو عندهم فواتير؟ تليفونات وكهرباء وغير ذلك. الله هات، والله كنت أراه، والله يملأ كان معه السيارة، ما هذه السيارات مثل سيارات المطار القديمة، إيش جنسها؟ ذكرت لك الفول. والله يملأ الصندوق ما تحتاج أخته من اللحم والشحم والزيت والسمن والفاكهة أبدا. والله مرة أخذني معه، لو أخت تسكن في قاسيون في الجبل، ملأ السيارة أبدا. عندهم عيد، جاء أخي امتلأ البيت بالخيرات. كل واحد
كل واحد يوسع على من حوله على قدر استطاعتك يا عفريت. شوف عرف اسمه النظر هذا تبسم على قدر استطاعتك. قدر استطاعتك. انت اختك هذه الصغيرة اليتيمة عاجز الان بسكوتة ان تشتري لها ابدا قل لو اشتريت لها بسكوتة بشيء يسير تجبر بخاطر ما تنسى هذا، ما تنسى هذا، تقول أخي وأخي. تكبر هذه البنت رضي الله عنها تكبر وتقول أخي وأخي 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 وأخي. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. لا تقول والله أنا طالب جامعة منتوف معدم، لا، ما يسر. لا تحرمن من الصدقة، لا تحرمن من الصدقة ومن العطاء على قدر استطاعتك. هكذا كان شيخنا يوصينا الشيخ عبد الرزاق حبيب رضي الله تعالى عنه، ما كان يخطر في بالنا إن والله أحسن إلى أبيك، أحسن إلى أمك، ولو بالشيء اليسير. يعني كنا نقول والله نحن فقراء وآباؤنا أغنياء، عليهم أن يعطونا. هذا مذهب أهل الغبا، عليهم الله أكبر. ثم نبهنا شيخنا على هذا. الأب والأم يرضيان من الولد بالشيء القليل. سمعان يا أبا فايز، أمك ترضى بالشيء قليل. لا تقول والله لها زوج واجب عليه أن ينفق عنها، لا، خذ لها لو ألبسها جوربين، كل ما لبست الجوربين الله يرضى عليك يا الله يرضى عليك، الله يوسع عليك، والله ربي يفتح لك خيري الدنيا والآخرة. تقول أنا من أين أنا يتيم من أين؟ الله أكبر. أجل أقطاب الأمة وكثير من علمائها في الدنيا كلها كانوا أيتاما. شيخنا الشيخ عبد الرزاق منهم أبدا صار مرجعة العلماء. أنا كنت أرى أحد الوزراء، والله هذا أبو الشامات أذكر اسمه، يعني لو كان إلى الآن وزيرا ما ذكرت اسمه حتى ما تظن أني أتقرب إليه، لا والله، لكن الآن عزل الله. كنت أراه وهو وزير يدخل على شيخنا الشيخ عبد الرزاق، يقبل يده، يضع يده على رأسه ويقول هذا معلمي، ديروا بالكم عليه. أنا وين؟ أنا في حال عشق وجنون للشيخ عبد الرزاق. قلت له معلمنا قبل ما يكون معلمك، سيدنا ومولانا هو. قال لي شيخنا مرة دعي إلى العمرة، نعم، دعوة رسمية وزارية كذا، قال لي والله ما رضي. قال والله ما أذهب إلا بخدمتك أنا وزوجي وأولادي. قال لي والله ذهبنا إلى العمرة، هناك التنقل بطائرة خاصة نقلوهم. قال لي والله هو وزوجه وأولاده جعلوا يخدموني. قال لي والله ما أرضى إلا أن أكون خادما لك. قال لي والله يقدم لي الجبة والنعل هو وزوجه وأولاده. رأيت يا ولد الصحبة مع الله سبحانه وتعالى. رأيت حتى لما ملك البلاد جاء أراد شيخنا أن يخرج إليه، قال وأنا آتيك. حدثني من كان، أنا أهرب من هذه المجالس كلها. نعم، حدثني من كان. قال لي والله أراد الشيخ أن يخرج ويسلم على الملك. نعم. قال له لا، أنا آتي إليك، أنا آتي إليك. الصحبة مع الله، إن صدقت في الصحبة وإن تعلمت في الصحبة، نعم، تعلمت الصدق والإخلاص وأردت وجه الله عز وجل بهذا، فالله يعزك ويكرمك في العوالم كلها.